عاجل أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب المصري سابقا يتعرض لجلطة في المخ ويتم نقله إلى المستشفى، وهو الآن بحالة حرجة بسبب الجلطة اللي جات له بسبب تأييد الحكم على ابنه بعد رفع الطعن المقدم من محامين أحمد حسام ميدو. تم تأييد الحكم على ابنه بالحبس 7 أشهر بسبب تعاطي المخدرات والمواد الكحولية، وتم تأييد الحكم عليه النهارده يوم الاثنين 22/6/2026. تم الحكم على ابنه أحمد حسام ميدو بالحبس 7 أشهر وتأييد الحكم عليه. وأحمد حسام ميدو جاله جلطة بالمخ وتم نقله إلى المستشفى بسبب نجله بسبب تأييد الحكم عليه. دعواتكم لأحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب المصري بالشفاء العاجل بعد إصابته بالمخ، جلطة في المخ بعد تأييد الحكم على ابنه 7 أشهر.